بعد 40 سنه الزواج وبعد ما تقاعد راجلي وكبروا الاولاد وكل واحد مشى في طريقه، الحياه بيناتنا تبدلات بزاف. راجلي كثر فيه النقير وما كيبغي يدير حتى شي نشاط، وديما كيقول كبرنا اللهم حسن الختام. انا كنحس براسي بوحدي معاه وبغيت حياتنا ترجع فيها شويه ديال الدفء. اتفقت معاه، نكتبوا لك هذه الرساله وغادي نسمعوا جوابك بجوجنا كيف ما كان. الجواب: الا كان ربي جمع بينكم اكثر من 40 سنه، واش فعلا الحب تسالى ولا يمكن هذه غير بدايه مرحله اجمل؟ اول حاجه بغيت نقولها لكم من القلب، شكرا بزاف على الثقه ديالكم. مجرد انكم اتفقتوا تبعتوا الرساله وتسمعوا الجواب بجوجكم، هذا الشيء كيبين ان العلاقه مازال فيها خير كبير ونيه الاصلاح. بزاف ديال الرجال من بعد التقاعد كيوقع لهم تغيير كبير في الاحساس ديالهم بالحياه. سنوات طويله وانت خدام مطلوب، عندك دور ومسؤوليات، وفجاه كتلقى راسك قدام فراغ كبير. هذا الفراغ احيانا كيخرج على شكل نقير بالدارجه، او برود، او رفض لاي نشاط. ولكن الحقيقه المهمه ان التقاعد ماشي نهايه الحياه، هو بدايه شكل جديد منها. وحتى ديننا ما علمناش غير نصبروا حتى يدوز العمر، ديننا علمنا نعيشوا الحياه بالمعنى ديالها الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الناس مسؤوليه كان كيمازح زوجاته وكيضحك معاهم، وكان مره مسافر مع السيده عائشه رضي الله عنها وتسابق معها في الجري، مره ربحت هي ومره ربح هو، وقال لها هذه بتلك. وحتى في التفاصيل الصغيره كان صلى الله عليه وسلم كيشرب من نفس المكان، من الكاس اللي شربت منه عائشه رضي الله عنها. يعني الرومانسيه ما مرتبطاش بالعمر، الرومانسيه مرتبطه بالقلب. هاد المراه اللي معاك دوزات معاك 40 سنه من الحياه، دوزات التعب والمسؤوليات وتربيه الاولاد والصبر، واليوم ما طالباش المستحيل، غير باغيه تحس انها مازال رفيقه الطريق ديالك. نبينا عليه الصلاه والسلام قال: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. يعني معيار الخير الحقيقي ديال الرجل ماشي غير كيفاش كيبان قدام الناس، ولكن كيفاش كيتعامل مع زوجته. وحتى قال صلى الله عليه وسلم ان اللقمه اللي كيحطها الراجل في فم زوجته صدقه. شفتي الجمال ديال الدين؟ حتى الحنان البسيط بين الزوجين كيولي عباده واجر. لهذا سيدي، حسن الخاتمه ماشي غير في الصلاه والصيام، حسن الخاتمه حتى في ارضاء القلب اللي عاش معك العمر كامل. راك تقدر تحسن الخاتمه ديالك بكلمه طيبه لزوجتك، بابتسامه، بمرافقتها للمسجد، بانكم تمشيو احيانا لدار القران بجوج. وجربوا حتى ديروا حاجه بسيطه ولكن قويه، سدوا التليفونات ساعه في اليوم، جلسوا غير بجوجكم، تمشاو تمشيه صغيره، قهوه هادئه، ذكريات تعاودوها وتضحكوا عليها وتستمتعوا بها. كل ما كثرت الحوايج المشتركه بينكم، كل ما رجعت القلوب تقرب من جديد. حتى علم النفس كيأكد ان الانشطه المشتركه بين الزوجين كتخلي الدماغ يفرز هرمونات القرب والسعاده بحال الدوبامين مثلا. وهنا الحقيقه الجميله اللي بغيت نختم بها: 40 سنه زواج ماشي نهايه الحب. هذه المرحله ممكن تكون اجمل مرحله حرفيا في حياتكم، حيت دابا ما بقات لا مسؤوليه الاولاد ولا ضغط الخدمه. لهذا بدل ما نقولوا كبرنا اللهم حسن الختام، نقدروا نقولوا كبرنا ودابا جا الوقت نعيشوا لراسنا، حيت حنا اللي بقينا لبعضنا. غنعيشوا بقلب عامر بالحب والتقدير وحب الحياه. بهذا الشيء غنقربوا الله وغنحسنوا الخاتمه باذن الله.